أحبائي، موضوع المؤتمر السنة دي هو عن الصلاة، وإحنا بنشكر ربنا على المؤتمر الرابع، مؤتمر الصلاة برو ماكس. نشكر ربنا. عايز أقول لكم إن موضوع الصلاة عشان نفهمه إحنا محتاجين 7 مؤتمرات، مش مؤتمر ولا 2، 7 مؤتمرات. بقول لك ايه صحيح يا مكرم؟ مش كان في مؤتمر برضه للسنة السنة اللي فاتت وقال نفس الكلام برضه عايزين 7 مؤتمرات وتعزينا وانبسطنا كتير. يا عايدة مظبوط. السنة اللي فاتت كان المؤتمر بس برو بس. المرة دي برو ماكس. يعني زي التعزية المرة اللي فاتت إيراد، ده 24 إيراد بقى. تخيلي بقى بعد ما نخلص السبع مؤتمرات اللي بيقول عليهم القسيس هنعمل إيه؟ الصلاة زي ما بيقول أحد اللاهوتيين، الصلاة ديت هي النفس بتاع الروح. وفي لاهوتي كمان قال إن هي زي المفتاح بالظبط. وفي لاهوتي كمان قال إن هي زي السلم اللي وصلنا لربنا. الموضوع كبير. أنا بقول لك محتاجين 7 مؤتمرات، 7 مؤتمرات. طب يعني في الآخر هنصلي ازاي ولا مش هنصلي ولا نعمل ايه بالظبط في حياتنا؟ هنشوف بقى بعد 7 مؤتمرات، هنشوف هنصلي إزاي بقى. يا عايدة، فاكرة السنين بتجري وتعدي بسرعة جدا. فاكرة المؤتمر بتاع الصلاة اللي رحنا زمان؟ فاكرة؟ ايوه فاكرة يا حبيبي، فاكرة يا مكرم يا حبيبي، فاكرة دول 7 دول يتنسوا. احنا بس انت رحت الرابع برو ماكس، بس كان في الخامس والسادس والسابع انا رحتهم بقى. ده كان رائع جدا، ده كان نار جدا. عظات نارية يا عايدة، عظات نارية يا عايدة، كان روعة. أيوة كان تعزية رهيبة جدا يا مكرم، تعزية جامدة جدا، أجواء روحانية رهيبة. أيوة احنا رحنا المؤتمر الرابع برو ماكس مع بعض، فاكرة؟ انتي كملتي فعلا، رحت الخامس والسادس والسابع. بس اتعلمتي حاجة؟ عرفتي ازاي تصلي بعد السنين دي كلها يا عايدة؟ لا مسكت يا مكرم، هو قال في الآخر إن إحنا محتاجين 7 مؤتمرات تاني فوق ال7 مؤتمرات اللي إحنا خدناهم عشان نعرف نصلي يا مكرم. ونقول مسا مسا على الناس الكويسة والمسهوكة والمتفزلكة. لو مثلا الراجل اللي صلى ليل ونهار عشان السفر، فاكرينه من الحلقة اللي فاتت، وللباب اتقفل في وشه كتير قوي وبطل يصلي، وبعد ما بطل يصلي الدنيا مشيت معاه زي الفل. لو ربنا كان اداله طلبه وحقق له امنيته، مش كان وقتها ممكن يكون بيخدم وبيشهد عن المسيح وعمله؟ نفس الحكاية عن ناس كتيرة جدا بتصلي عشان سفر وشغل وجواز وغيره وغيره، وتحولوا بسبب عدم استجابة الصلاة لناس ملهمش علاقة بربنا أو ألحدوا. فيلم ريج للبطل نيكولاس كيج بيبدأ بصدمة كبيرة. بنت البطل بتتخطف في الفيلم ده، وبعد أيام من التحقيق والبحث الشرطة بتلاقي جثة بنته موجودة. على طول عقله يروح للمافيا الروسية اللي كان شغال معاهم زمان، ويقول إنه أكيد دول بينتقموا مني دلوقتي. ومن اللحظة دي يبدأ يسلك طريق دموي، يجمع صحابه القدام ويبدأ يعذب يقتل ويولع حرب مع العصابة الروسية دي. طبعا مش عايز اقول لك يا فزلوك الصغير ان الفيلم ده دموي جدا، بس ما تقلقش الحلقة دي مش هتنتهي بجريمة ولا حاجة. اقصى حاجة انك هتفكر شوية وهتتوجع شوية. فين بقى كوباية الاسبريسو بتاعتك الدبل شوت؟ وما هاتها وهات لي معاك فنجان، وما تبقاش بخيل زي كل مرة. كمل معايا للآخر عشان تعرف النهاية، وتعرف كمان ايه علاقتها بالموضوع بتاعنا، موضوع الصلاة. اهلا بكم في ثالث حلقة من برنامجكم فزلكة وشوية دردشة، اللي بنناقش فيه موضوعات روحية واجتماعية ونفسية. ما تنساش بجد تعمل شير ولايك للفيديو وتعمل سبسكرايب على قناة يوتيوب، ده هيساعدني كتير ويدعمني كتير. هنكمل سلسلة بتاعتنا صراعات تلميذ، والمرة دي هنتكلم عن الصلوات الغير مستجابة. بصراحة لو انت بتسمعني دلوقتي ومستني مني اجاوبك على كل اسئلتك عن الصلاة، احب اطمنك انك فتحت الفيديو الغلط. انا عندي اسئلة اساسا اكتر من اجابات. حتى تيموثي كيلر في كتابه الصلاة بيقول انه الكتابة عن الصلاة صعبة جدا، مش عشان ملهاش تعريف، لكن عشان بنحس ان احنا صغيرين قوي وضعاف قوي قدام الصلاة. وعلى فكرة يا فزلوك الصغير، في كتاب وخدام بعدوا جدا عن الموضوع مش لانه ملوش لازمة، بس لانهم حسوا انهم مش كفء وصغيرين عن الموضوع ده مش معناها اني انا كفء، لكن انا بشاركك صراعاتي. انا كمان مش جاي اشرح لك يعني ايه صلاة ولا اقدم وصفة سحرية. انا محتار زيك واكتر، بس متأكد ان الصلاة مش مجرد وعظات ولا حتى محاضرات. الصلاة من وجهة نظري هي ممارسة، هي خبرة شخصية جدا،
لحظة محدش ينفع يعيشها مكانك. بس أحيانا بيجيلنا إحساس الإحباط أو الغضب تجاه الصلاة، بالذات لما مش بنشوف استجابات للطلبات اللي طلبناها من ربنا، وهنا بنلاقي نفسنا بشكل تلقائي ولا إرادي بنبعد عن الصلاة. مثلا بولس صلى 3 مرات عشان ربنا يشيل الشوكة اللي في جسمه، لكن الرد كان تكفيك نعمتي. يعني ربنا ساب الوجع لكن اداله نعمة وقوة يكمل بيها. تخيل يا فزلوك الصغير، بولس شاف مجد الله ورجع واخد معاه شوكة، واحنا لو طلعنا بس مؤتمر بره القاهرة كده اهو نرجع ومعانا مذكرات معاملات الله في ارض الغربة. التحدي هنا لو انت مكان بولس والشوكة فضلت في جسمك كنت هتتعامل ازاي؟ موسى كمان بعد كل الرحلة الطويلة اللي مشيها مع شعب الرب، وبعد كل الحاجات اللي كان بيعملها وهو كان بيكلم ربنا زي الصاحب بيكلم صاحبه بالظبط، لكن بعد ما غلط غلطة طلب انه يدخل ارض كنعان، والرد كان قاسي جدا. كان كفاية ما تكلمنيش تاني في الموضوع ده، لكن شاف الأرض من بعيد بس ما دخلهاش. تخيل موسى اللي طلع الشعب وقاد الشعب في البرية اتمنع من دخول أرض كنعان أرض الموعد، وإحنا لو خرجنا من جروب واتساب بتاع الخدمة نزعل ونتضايق كأننا خرجنا من جروب المامز. والتحدي هنا كمان لو ربنا قالك على الموضوع اللي بتصلي عشانه إنه الموضوع اتقفل وخلاص، هتسكت وهتفضل تزن؟ طلبات زي ديت ربنا ما استجابش ليها. ده ما كانش على فكرة صدفة، بولس أخد نعمة وقوة، موسى تعلم إن الطاعة ليها تمن حتى لو كان قائد كبير. يمكن هنا نقدر نفهم اللي قال عليه تيموثي كيلر لما قال الله هيديك اللي انت عايزه لو انت كنت عارف كل حاجة هو يعرفها. يعني ربنا مش مكنة استجابات، هو في الحقيقة شايف الفيلم كله. موسى كان شايف لقطة، بولس كان شايف مشهد، بس ربنا كان شايف القصة كلها. تخيل معايا ان في بنا شاطر وفي يوم قرر يبني بيت على ضفة النهر، لكن كل الليلة كان النهر بيفيض ويهد الجزء اللي بناه البنا ده. البنا صلى وقال يا رب امنع النهر ده عني، لكن النهر كمل. بعد سنين زهق وقرر يسيب المكان. هو وماشي شاف الحقيقة، الأرض اللي كان بيبني عليها كانت ضعيفة، في الواقع النهر كان بيحميه من بيت هينهار فيما بعد. أوقات كتير اللي بنسميه رفض بيكون حماية لينا من حاجة إحنا مش شايفينها. يعني البنا كان فاكر إن النهر بيعنده، طلع النهر أحسن مهندس إنشائي. واخد بالك يا فزلوك الصغير؟ المشكلة إن إحنا في بعض الأحيان بنتعامل مع ربنا كأنه مكنة استجابات، نحط العملة اللي هي الصلاة بتاعتنا، ندوس الزرار، نستنى الطلب ينزل اللي هو الاستجابة، ولما الطلب ما يجيش نزعق ونمشي ونقول المكنة بايظة. أوقات كتير بنتعامل مع الصلاة كأنها ابلكيشن ديليفري، نعمل الأوردر ونستنى 30 دقيقة، لو ما جاش ندي تقييم نجمة واحدة. الحقيقة إنه أكبر صراع مش إن ربنا يستجيب ولا لأ، أكبر صراع إن إحنا نثق فيه حتى وهو ساكت. سي اس لويس بيقول أخطر صراع يتحدانا بيه إبليس وقت اختباء الله في الواقع مش إن هو موجود ولا لأ، لكن بيقول سي اس لويس إنه يشككني في صلاح الله نفسه. والتحدي الكبير من وجهة نظري، هل الاستجابة هي الهدف الأساسي للصلاة ولا العلاقة نفسها؟ في ناس خدت الورق بس ما لقيتش السلام، وفي ناس خدت الرفض بس لقيت حضن أب من ربنا. أكيد أنا مش بحب ولا بمجد الألم تجربة صعبة وقاسية ومرة طول الوقت، والصمت صعب، بس كتير وسط الصمت بيحصل تشكيل، والله حتى لو هو ساكت في الحقيقة هو بيشتغل. أنا عارف إني الحلقة دي ما جاوبتش على كل أسئلتك، بالعكس ده هي قلبت المواجع عليك، فكرتك بصلوات وطلبات انت صليتها قبل كده لكن لغايه النهارده ما تجاوبش عليها. وخليني اسالك سؤال محرج شويه، ايه اكتر صلاه صليتها بس ما جالكش الرد اللي انت كنت مستنيه؟ اسالك سؤال يمكن يوجع اكتر، ايه اللي حصل جواك بجد بعدها؟ ولو عندك سؤال او خبره صعبه او سلبيه عن الصلاه يا ريت تشاركني بيها، بس من فضلك يا فزلوك الصغير بلاش تقول لي الموضوع محتاج 7 مؤتمرات. انا عارف ان في ناس كتيره كلمه ما استجابش كسرت جواهم حاجات كتيره. بالنسبة لي أنا شخصياً واحدة من أكبر التحديات في الصلوات الغير مستجابة إني أنا باخد دور ربنا في تحديد الخير والشر. وأنا هنا مش جاي أوعظك وأقول لك كلام كبير، لكن أنا بكلمك بجد. أحياناً كتير بقرر الخير والشر بالنسبة لي إيه، فبفترض إن الأمر اللي بصلي عشانه هو ده الخير بالنسبة لي، ولما الله ما يستجبش ليا الصلاة بعتبره شر، رغم إنه العكس صحيح. ودي على فكرة مشكلتنا من وقت السقوط، مش في الخير والشر في حد ذاتهم، لكن في تحديد الخير والشر من وجهة نظرنا احنا. عشان اكون امين معاك، انا احيانا كتير مش بقدر اثق في صلاح الله انه يعمل اللي هو عايزه. احيانا بقول له اعمل ده او ده الافضل او ياه لو كنت عملت كده، لكن بحاول اتعلم واتدرب اني اثق في صلاح الله، وشاركك يا فزلوك الصغير تتعلم معايا الدرس ده. لكن كمان بيظهر سؤال معقد وملح تاني، وهو انه ازاي اوفق بين زي ما اتعلمنا في الصلاة الربانية لتكن مشيئتك
وما بين كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. انت بجد وانت بتصلي بتطلب من ربنا وانت واثق ان اللي هتطلبه ده هيحصل فعلا، ولا بتدخل الصلاة من الاول وانت عامل حسابك وتقول لتكن مشيئتك حتى لو كانت غير اللي انت عايزه عشان بس خايف من الاحباط؟ هو يا ترى الايمان الحقيقي اني ابقى واثق ان اللي بطلبه ده هيتم فعلا، ولا اني اسلم واقبل ان ممكن اللي بطلبه ده ما يتمش اصلا؟ وكمان سؤال تاني، لو الصلاة مش مكنة هي ممكن تكون ايه؟ وازاي اصلي اساسا؟ وهو ايه فايدة ربنا اساسا في حياتي لو مش هيستجيب للطلبات اللي بصلي عشانها؟ بس استنى يا فزدوك الصغير، انت رايح فين؟ هو ايه علاقة فيلم ريج اللي اتكلمنا عنه في اول حلقة بموضوعنا اساسا؟ استناني الاسبوع اللي جاي بحلقة جديدة عشان احاول اجاوبك على كل الاسئلة دي. احب قوي انك تشاركني رايك في الموضوع ده لغاية لما نتقابل الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من برنامجنا فزلكة وشوية دردشة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت وتعمل سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب